المكان مدينة الرحاب في القاهرة. الزمان إحدى الليالي الممطرة في شتاء عام 2012. في الوقت ده كانت الدكتورة نانسي عبد الحي راجعة بعربيتها من المستشفى اللي بتشتغل فيها، وكانت نانسي عمالة تفكر طول الطريق في حياتها اللي اتغيرت آخر فترة بعد ما بناتها الاتنين رشا ورباب اتجوزوا، وبعد ما ابنها عمر سافر برا البلد يكمل دراسته وسابها وحيدة. بس نانسي عمرها ما كانت بتعتب عليهم، بل طول الوقت كانت بتعتب على جوزها منصور، واللي في آخر فترة بقى بعيد عنها بسبب ظروف شغله. نانسي مدركة من إن منصور مضطر يسافر عشان شغله الجديد، لأنه حاليا بقى المدير المالي لمجموعة شركات عالمية، فيعني لازم يسافر في الوقت للتاني. بس نانسي متضايقة إن منصور قبل الشغل ده من الأساس، لأنهم كانوا عايشين عيشة مريحة بدون الشغل ده أساسا، فليه بقى قرر يشتغله ويبعد عنها؟ أيوة، نانسي دايما حاسة إن منصور بقى قاصد يبعد عنها وكأنه ما بقاش يحبها خلاص، ودي أكتر حاجة مضايقة نانسي، لأنها مازالت بتحب منصور وحبها ليه عمره ما قل لحظة واحدة. وأثناء بقى ما كانت نانسي بتفكر في كل الأفكار دي، كانت وصلت عند فيلا اللي عايشة فيها، ونزلت من عربيتها وسابت العربية قدام الفيلا واتقدمت ناحية باب الفيلا بحيث تفتحه، وفعلا فتحت الباب ودخلت جوه الفيلا بحيث تتأكد إن مكان العربية بتاعها فاضي، لأنها متعودة إن منصور دايما بيجي في الوقت هي ما تعرفوش، فكان إن منصور حاليا ممكن يكون جوه قبلها يعني وراكن عربيته. وبصراحة كانت نانسي تتمنى اللي ده يكون بيحصل، بس كالعادة نانسي ما لقيتش عربية منصور لأنه ما جاش أصلا، فخبطت نانسي وبعد كده خرجت من الفيلا وركبت عربيتها عشان تدخل بيها الفيلا وتركنها. بس نانسي مش هتلحق تعمل كده، لأن فجأة ظهر شاب قدامها في العشرينات من عمره، طويل لابس جاكيت اسود وبنطلون اسود وعلى راسه كاب مش مبين وشه بوضوح، ده غير ان هو كان لابس نظارة شمس عشان يخفي شكله خالص. طبعا قلقت نانسي من الموقف ده واتكلمت مع الشاب ده وقالت له: انت مين؟ وايه اللي دخلك فيلا في الوقت ده؟ الشاب ما ردش على نانسي، وبثبات طلع مسدس، وعمره ما كان حد يتخيل ان في حد يكون بالثبات ده، وثبتها بيه وقال لها: هاتي كل الفلوس اللي معاكي حالا وإلا هخلص عليكي. في الأثناء دي ارتعبت نانسي وطلعت الموبايل اللي كان في جيبها والفلوس اللي كانت في جيبها، واتكلمت وقالت له: دي كل الفلوس اللي معايا، في فلوس تانية بس في شنطة العربية، اخرج اجيبها لك دلوقتي. في اللحظة دي الشاب ما ردش على نانسي، فضل يبص لها بثبات لدقايق، ومرة واحدة بدون أي مقدمات ضرب الشاب نانسي طلقة في دماغها وهرب من المكان بسرعة. بعد ما الشاب ده ضرب نانسي بالنار هرب، وما كانش يعرف ان نانسي ما ماتتش، لان الطلقة جت فوق عين نانسي وكانت الإصابة خطيرة جدا، لكنها ما كانتش ميتة. بدأت نانسي تاخد نفسها بصعوبة كبيرة. في اللحظة دي نانسي ما كانتش مصدقة انها لسه عايشة. بسرعة بدأت تزحف على الأرض بصعوبة، كانت حاسة بالألم في كل مكان في جسمها، لكن كانت مستمرة وقررت انها ما تستسلمش، وفضلت تزحف لحد ما قدرت توصل عند باب الفيلا الداخلي، وتحملت نانسي على نفسها وقدرت تقوم وتدخل جوه الفيلا، وجابت التليفون الأرضي واتصلت بالشرطة. وأول لما ردوا على نانسي قالت لهم مستعبها: الرحاب فيلا 19، في حد ضربني بالنار في راسي وأنا مصابة وعمالة أنزف. وقبل ما نخش في قصتنا يا صديقي، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. ملحقتش نانسي تكمل كلامها لأنها تعبت جدا جدا، وقعت على الأرض فقد الوعي. وبعد تقريبا ربع ساعة من كل ده وصل الإسعاف للمكان، وعلى طول خدوا نانسي لأقرب مستشفى عشان يلحقوها بسرعة. ومن اللحظة دي بقى تحولت الفيلا لخلية نحل، كان فيها ضباط وعساكر وكمان فريق من الطب الشرعي وغيرهم. الكل
كانوا هنا بيقوموا بشغلهم. ووسط كل دول بقى كان أشرف موجود. أشرف هو المحقق المخضرم اللي اتعين في القضية دي. أشرف كان في منتصف الثلاثينات تقريبا، لكنه كان شخص صارم جدا. عشان كده كل الناس لما بيشوفوه بيخمنوا انه اكبر من سنه الحقيقي. المهم ان أشرف حاليا فضل واقف يلف بعينيه في مسرح الجريمة. الكل في المكان كان متبهدل جدا، لان نانسي لما زحفت على الارض دمها بقى في كل مكان حرفيا. وبسبب كده حس أشرف ان مسرح الجريمة مش هيفيده قوي، فبالتالي سأل الضباط عن اللي قدروا يعرفوه من الشوية دول. فكل ضابط من اللي شغالين معاه عرفوا ان شنطة نانسي وفلوسها اتسرقوا من العربية. واضح كده انها كانت عملية سطو مسلح، والحرامي ضربها بالنار وسرق فلوسها وهرب. في اللحظة دي كان اخذ أشرف المعلومات اللي هو عايزها، فمشي في المكان بحيث يبدأ تحقيقه. أشرف كان متأكد ان دي مش عملية سرقة. لو عملية سرقة ليه الحرامي مدخلش فيلا وسرق اي حاجة منها؟ يعني هو بعد ما قرر يقتل الست اكتفى ان هو يسرق شنطتها بس؟ لأ، الموضوع مش منطقي ابدا. وبالتالي أشرف كان مقتنع ان دي جريمة قتل، والقاتل سرق الشنطة عشان بس يوهم الشرطة ان عملية السرقة مش اكتر. وتعرف أشرف كمان ان معاه حق، لان بعد شوية وصل عند صندوق الزبالة كان في مكان قريب من الفيلا. واول لما بص أشرف في الصندوق لقى شنطة حريمي، فخدها وخرجها، ولقى في الشنطة دي بوك ومحفظة كده فيهم بطاقة وجرود فيزا وحاجات شبه كده. كل الحاجات دي كانت بتخص نانسي. مش بس كده، لا ده أشرف كمان لقى موبايل نانسي وفلوسها. الحرامي بعد ما قتل نانسي تخلص من شنطتها، وده معناه ان شك أشرف كان في محله. ودي مش جريمة سرقة ابدا، بل جريمة قتل. ومن هنا بقى قرر أشرف انه يبحث عن القاتل مش عن الحرامي، ودي تفرق كتير جدا في كل الأحوال. وبعد فترة مش كبيرة قوي كان وصل أشرف لمكتبه، وعمل لنفسه فنجان قهوة سادة زي ما بيحب يشربه دايما، وقعد على الكمبيوتر بتاعه وبدأ يشرب من القهوة عشان تزود تركيزه. في نفس الوقت كان بيقرأ عن نانسي. عرف أشرف إن نانسي في منتصف الخمسينات، متجوزة من جوزها منصور من أكتر من 30 سنة. جوزها منصور رجل أعمال ميسور الحال، أو نقدر نقول إن هو ضمن طبقة الأغنياء كمان. وكل الناس بيقولوا عن نانسي ومنصور وأبنائهم الثلاثة رشا ورباب وعمر إنهم عيلة متماسكة والسيدة طول الوقت، لأن نانسي ومنصور كانوا بيحبوا بعض جدا، وده كان بينعكس على حبهم الكبير لعيالهم الثلاثة. في أواخر الفترة بقى فبانت نانسي ومنصور اللي هم رشا ورباب اتجوزوا، وكمان عمر سافر يكمل تعليمه، ومنصور بقى في شغله مدير مالي في شركة عالمية بيمتلكها رجل أعمال عزمي الشريف. وبسبب طبيعة شغله الحالي بقى أغلب الوقت بعيد عن البيت وعن البلد كلها، ويسافر دايما يشتغل بره. في اللحظة دي لما وصل أشرف عند النقطة دي بالذات وقف وبدأ يحل الموقف، وقال أشرف لنفسه مش ممكن بسبب إن منصور بعيد عن نانسي تكون نانسي عرفت حد على جوزها وهو اللي عمل فيها كده. كل شيء جايز. المهم رجع أشرف من جديد يبحث في سجل نانسي وفي دايرة معارفها يمكن يوصل لأي حاجة، لكنه ما قدرش يوصل لأي حاجة، فاكتفى بالمعلومات اللي عرفها دي. وقرر حاليا يروح المستشفى بحيث يشوف نانسي أخبارها إيه، ويشوف عيالها كمان بحيث يحقق معاهم. فعلا ما فاتش وقت كبير وكان وصل أشرف للمستشفى. بمجرد وصوله راح للدكتور المسؤول عن حالة نانسي واتكلم مع الدكتور وقال له ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير يا اشرف بيه الحمد لله. وامرني. الامر لله. كنت عاوز اعرف منك ايه اخبار السيدة نانسي؟ للاسف يا اشرف بيه الاخبار ما تطمنش، لان السيدة نانسي الطلقة جت لها فوق عينيها على طول. الحمد لله الطلقة ما اثرتش نهائي على المخ، لكنها دمرت عينيها نستأصلها. ده غير ان الطلقة دخلت جسمها اصلا واستقرت عند الرئة، وده مأثر عليها وهتحتاج نعمل لها عمليات كتير. في الأثناء دي اتكلم أشرف وقال هتعيش على دكتور، كله في ايد ربنا، بس ان شاء الله وبنسبة كبيرة هتعيش، لكنها طبعا هتخسر عينيها وهيكون عندها مشاكل في التنفس. في الوقت ده اتضايق أشرف فعلا وقال للدكتور ان شاء الله خير يا دكتور، عن اذن حضرتك
وساب أشرف المكان وخد بعضه وراح لغرفة الزوار اللي جنب العناية المركزة واللي كان فيها عيلة نانسي بالكامل، زوجها منصور والأبناء الثلاثة رشا ورباب وعمر. حتى عمر اللي كان في أمريكا لحق يجي، وده طبعا اللي خلى أشرف يستغرب جدا. المهم بقى إن أشرف راح لمنصور ورشا ورباب وعمر يسلم عليهم كلهم، فضل يواسيهم شوية على اللي حصل مع نانسي. بعدها اتكلم أشرف مع عمر الابن الأصغر وقال له إنه عرف إن حضرتك كنت في أمريكا بتدرس، معقول لحقت تيجي مصر على طول كده؟ في الوقت ده اتوتر عمر وكان هيتكلم، لكن منصور سابه وقال لأشرف عمر نزل من أمريكا من كام يوم وكان معايا أنا ورشا والرباب في اسكندرية، كنا بنزور ناس قرايبنا يعني. في الوقت ده استغرب أشرف جدا وقال لمنصور معلش أنا هسأل سؤال يبان رخم ويبان متطفل بس لازم أسأله، هي مدام نانسي ما كانتش معاكم ليه؟ بعد ما سأل أشرف السؤال الأخير ظهر التوتر على منصور اللي حاول يتمالك نفسه واتكلم وقال نانسي ما كانتش تعرف إن عمر نزل مصر أصلا، كنا ناويين نعمل لها مفاجأة. في الوقت ده استغرب أشرف من كلام منصور أكتر وأكتر لأنه معلقش عليه واستأذن من الكل ومشي. ومجرد ما مشي أشرف فضلت آلاف الأفكار تنط في راسه، وقال إن هو لازم يعرف من منصور وعمر ورشا ورباب كانوا فين بالظبط، لأن واضح كده إن في حاجة مش مفهومة ولازم يفهمها كويس قوي. وعشان كده اتصل أشرف على الضابط زميله اللي اسمه حسني اللي بيشتغل في اسكندرية، واتكلم مع حسني وقال له ازيك يا حسني، أخبارك إيه؟ ليك وحشة والله ياض. في الوقت ده ضحك حسني وهو بيقول لأشرف ما بلاش الدخلات القديمة دي بقى وقول لي عاوز إيه. قال له دايما بتفهمني غلط، طب بقول لك إيه، أنا هبعت لك صورة كام شخص كده المفروض إن هما كانوا في اسكندرية عندكم، أنا عاوز أدور لي عليهم في تسجيلات الكاميرات بتاعة الطرق اللي في اسكندرية، وكمان هبعت لك نمر العربية اللي كانوا راكبينها، عايزك تعرف خط سيرهم بالظبط. غالي يا عم والطلب رخيص، ابعت لي كل حاجة وفي أسرع وقت هتكون عندك كل المعلومات اللي انت عاوزها. قال له ألف شكر يا حسني، كل حاجة توصل لك حالا. وقفل أشرف مع حسني وبسرعة بدأ يبعت له صور لمنصور عمر ورشا ورباب. وبعدها رجع أشرف من جديد لمكتبه، وأول لما وصل لمكتبه لقى عليه تسجيلات الكاميرات والمراقبة اللي تخص خط سير نانسي من أول لما خرجت من المستشفى اللي بتشتغل فيها لحد لما وصلت للبيت وهاجمها القاتل وحاول يتخلص عليها. فعلى طول بقى شغل أشرف التسجيلات وبدأ يتفرج عليها، وللأسف ما كانتش فيه تصوير من الكاميرات اللي قدام الفيلا بتاعت نانسي لأن الكاميرات دي كانت بايظة بقالها كام يوم، وأشرف أصلا شاك إن القاتل هو اللي بوظ الكاميرا دي بحيث يقدر يقوم بجريمته. المهم بقى إن أشرف كان معاه تصوير للكاميرات المراقبة اللي عند المستشفى اللي بتشتغل فيها نانسي كطبيبة، وكمان جاب أشرف تصوير كاميرات المراقبة اللي في البنزينة القريبة من بيت نانسي واللي عدت عليها نانسي قبل ما تروح لبيتهم. المهم إن أشرف لاحظ إن العربية نص نقل كده لونها أبيض ماشية ورا نانسي وكانت واقفة وراها في جراج المستشفى، وكمان ظهرت عند البنزينة لما اتحركت نانسي من بنزينة العربية. النص نقل اتحركت وراها على طول، وهنا بقى كان قدر أشرف يدرك إن العربية دي كانت بتراقبها. ولما ركز أشرف في العربية أكتر وأكتر شاف إن كان فيها شخصين، وأكيد واحد منهم هو اللي ضرب نانسي بالنار وحاول يقتلها. وهنا بقى قدر أشرف يدرك إن العربية اللي كانت بتراقبها، ولما ركز أشرف في العربية أكتر شاف إن كان فيها شخصين وأكيد واحد منهم هو اللي ضرب نانسي بالنار وحاول يقتلها. المهم بقى إن أشرف حاول يركز في وشوش الناس دي لكنه ما قدرش يتعرف عليهم، وللأسف برضه ما قدرش يتعرف على أرقام العربية نهائيا لأنها ما كانتش موجودة على العربية، لأن طبعا اللي كانوا في العربية كانوا عارفين إن هما هيرتكبوا جريمة قتل فطبيعي يتخلصوا من نمر. بس يعني أشرف كان معاه صورة العربية اللي بدأ يبعتها لكل الضباط ولكل الأكمنة بحيث الكل يبحث عنها. ومن النقطة دي أشرف خلص شغله فخد بعضه وروح لبيته اللي عايش فيه لوحده بعد ما مراته انفصلت عنه بسبب حبه للمشاكل وحصلت ما بينهم. المهم إن أشرف أول لما دخل البيت على طول خد دش وكان لقمة خفيفة ودخل ينام لأن بكرة قدامه تحقيق مع عائلة نانسي وشغل كتير جدا في المجمل تاني يوم. وراح أشرف من جديد على شغله، وقال له لما وصل أشرف لمكتبه لقى ضابط اسمه صالح
قاعد مستنيه. صالح كان شغال مع أشرف من زمان، لكنه اتنقل من مدة كده بقى يخدم في محافظة تانية. المهم إن صالح كان ماسك صورة العربية بتاعت المشتبه فيهم في قضية نانسي، كان باصص للصورة بتركيز. في الوقت ده بقى دخل عليه أشرف، وأول لما دخل قال له إيه العربية عجباك؟ عاوز تشتريها ولا إيه؟ في اللحظة دي ضحك صالح على كلام أشرف وساب الصورة من إيده وقام يسلم على أشرف ويحضنه ويقول له وحشني يا عم والله. أنت أكتر يا صالح، إيه هترجع تشتغل معانا هنا ولا إيه؟ لا يا عم، أشتغل إيه، أنا مرتاح في مكاني، بس كنت نازل أجازة فقلت أعدي كده أسلم عليك. أحسن حاجة عملتها هطلب لنا بقى 2 قهوة. وفعلا خرج أشرف بره المكتب وغاب له دقايق ورجع مرة تانية وقعد مع صالح، وفضلوا يتكلموا ويحكوا عن ذكرياتهم وعن أحوالهم وكل الكلام ده بقى. وبعد فترة مش طويلة وصل واحد من العساكر وهو معاه القهوة وقدمها ليهم، وخدوا بعضهم وخرجوا. وبدأ صالح في الوقت ده يشرب من القهوة باستمتاع، وبعدها اتكلم مع أشرف وقال له إيه موضوع العربية دي بقى؟ ما قلتليش؟ اسكت يا صالح، ده حكاية تجنن. العربية دي يا سيدي كان فيها 2 بيراقبوا دكتورة كده اسمها نانسي، المفروض إن واحد منهم ضربها بالنار وسرق شنطتها وهرب، لكن قدرت ألاقي الشنطة دي في صندوق زبالة وكان فيها فلوس وكل حاجة تخص نانسي، فعرفت إن دي جريمة قتل. ودلوقتي بقى بدور على أصحاب العربية دي لأن حد فيهم هو القاتل، أنا متأكد. وقتها ابتسم صالح وقال لأشرف اللي يعرفك مين صاحبها تديله كام ولا تديله عينيك؟ يا عم صالح بس انت تعرف أصحاب العربية منين؟ أنا أعرفهم كويس أوي من أيام ما كنت شغال هنا، لأن في مرة كنت طالع كده تأمين ولمحت العربية اللي معاك دي موجودة في الصورة دي، أيوة واقفة في مكان معين كده، بس والله مش فاكر كان فين بالظبط. وكان في العربية دي 2 شكلهم غريب، وأول لما شافوني اتوتروا، عشان كده ركنت العربية ونزلت أشوفهم. والعربية إن في دول 2 قرايب لكن مش فاكر أسمائهم يعني. المهم إني سألتهم انتوا واقفين بتعملوا إيه؟ فقالوا إن هم مستنيين واحد صاحبهم، ولما سألته اسمه إيه وعارفين إيه هو مين قالوا اسمه مصطفى وإن شوية هيجيلهم على طول. بس أنا لاحظت إن طريقتهم كده غريبة، فقررت إن أنا يعني أفتش، وفعلا لقيت معاهم مخدرات، وطبعا كانوا شاربين ومش شايفين قدامهم، فاخدتهم على الاسم وعملت لهم محضر. أنا فاكر إنهم كويس قوي لأنهم لما جيت أقبض عليهم وأجيبهم على الاسم فضلوا يتخانقوا وعملوا حوار على ما مشوا معايا، عشان كده فاكرهم كويس قوي. في الوقت ده ابتسم أشرف وهو بيقول لصالح لو عملت لهم محضر فده معناه إن هم موجودين في الأرشيف بالظبط كده. وقتها وسعت الابتسامة في وش أشرف وهو بيقول لصالح تسلم يا عم صالح، يلا معايا بقى عشان أدور على المحضر ده. وخلص أشرف كلامه وخد صالح لغرفة الأرشيف. فضلوا هما الاتنين يدوروا على المحضر وسط محاضر كتير قوي اللي في المكان، لحد لما بعد أكتر من 3 ساعات قدروا يوصلوا للمحضر. فعلا في الوقت ده قال صالح لأشرف المحضر معاك أهو يا عم، أنا خلاص جبت آخري فأروح أرتاح شوية. يا ريتني يا عم كنت جيت لك، أو هيبقى شغل هنا وهناك، أنا تعبت أصلا. في الوقت ده ضحك أشرف وهو بيقول لصالح حبيبي تعالى كل يوم بقى عشان شغلك. طبعا ما رد صالح على أشرف وسابه ومشي. أما أشرف فرجع على مكتبه من جديد وبدأ يقلب في المحضر ده، وعرف إن الاتنين اللي قبض عليهم صالح من سنة واللي برضه أشرف حاليا عاوز يقبض عليهم هم شابين ولاد عم اسمهم أحمد وفتحي. أحمد وفتحي من منطقة عين شمس ومسجلين خطر سرقة ونصب، وليهم كمان محضر بحيازة سلاح أبيض، يعني مجرمين أبا عن جد. مجرد ما عرف أشرف كل المعلومات دي تأكد إن الاتنين دول متورطين في اللي حصل لنانسي، فبالتالي طلع أمر بالقبض عليهم على طول واستدعائهم للتحقيق. وفعلا تاني يوم الاتنين كانوا وصلوا عند أشرف، اللي على طول جاب واحد فيهم وهو أحمد، فضل يحقق معاه لكنه موصلش لأي حاجة من أحمد، لأن أحمد كان مصر إن هو ما يعرفش مين نانسي دي وإن أول مرة يشوف صورتها أصلا. بسبب كده عرف أشرف على طول إن أحمد متمرس ومش سهل وهيطلع منه بأي معلومة، فقرر يجرب حظه مع فتحي. وفعلا جاب فتحي وبدأ يحقق معاه، ولاحظ أشرف إن فتحي غير أحمد خالص وشكله خايف، فقرر أشرف يلعب معاه بالكارت المضمون. بدأ يضغط عليه ويقول له أنت عارف إيه اللي حصل لنانسي بالظبط؟
في الوقت ده بدأ فتحي يتوتر وقال لأشرف: نانسي مين يا باشا؟ أنا ما فهمش أي حاجة. وقعد أشرف يضحك وهو بيكمل كلامه بيقول له: نانسي اللي عينيها طارت. بيقول لك إيه بقى لا مؤاخذة؟ الطلقة نزلت في عينيها على الرئة. أنا معرفش حاجة زي دي ممكن تحصل إزاي، بس يعني الدكتور مأكد إنها حصلت. بقى إن هي حاليا بين الحياة والموت، وخلينا يا سيدي نفترض حسن الافتراض إنها مش هتموت مثلا. عارف ساعتها اللي عمل كده هيحصل له إيه؟ أقل واجب هياخد 20 أو 25 سنة في السجن. أما بقى لو ماتت وده الاحتمال الأكبر، فيعني اللي عمل كده هياخد إعدام. فقول لي بقى يا فتحي، عايز تاخد إعدام ولا 25 سنة في أبو زعبل؟ وخلي بالك الاتنين أسوأ من بعض. في الوقت ده توتر فتحي جدا وقال لأشرف: لا ده ولا ده يا باشا، أنا أقول لك على كل حاجة بصراحة. وقتها ضحك أشرف وهو بيقول له: وأنا سامعك، هات اللي عندك. بدأ فتحي يحكي ويقول: من يجي سنة كده في واحد جانا اسمه حسام ده كان جاي من طرف واحد صاحبنا اسمه مصطفى. لا مؤاخذة، مصطفى ده يا باشا هو اللي جه وخرجنا من الاسم من سنة لما صالح بيه قبض علينا أنا والواد أحمد. بقى إن حسام ده كان عارف إن أنا وأحمد بنقلب رزقنا، فاتقل معانا وقال لنا إن هو يعرض علينا عملية هتاخد فيها 100,000 جنيه، 50 لكل واحد فينا. والعملية دي كانت إننا نقتل واحدة دكتورة اسمها نانسي، وعرفنا كل البيانات والمعلومات عن نانسي دي وبيتها، وعرفنا إن لازم عملية القتل تبان إنها عملية سرقة وما يتكشفش لا هو ولا هم. وبرغم إننا عمرنا ما قتلنا أي حاجة كانت سكتنا من دي، بس الفلوس أغوتنا يا بيه. وافقنا فعلا نقوم بالمهمة دي، وخدنا حسام ده نص الفلوس مقدم، وكمان في يوم رحنا نراقب بيت نانسي على أساس إن احنا نعرف مداخل ومخارج البيت، وتاني يوم على طول نروح ننفذ العملية. بس قبلها بيوم رحنا وضربنا مخدرات، ودخل علينا الضابط صالح وقبض علينا احنا الاتنين وخدنا على الاسم. والحمد لله الموضوع خلص يعني، وجا الواد مصطفى لأنه شغال في المنطقة اللي فيها نانسي دي وخرجنا من الاسم. وبعد الحوارات دي قررت أنا وأحمد إننا مش هنعمل المهمة دي. أما بقى الفلوس ادينا للواد حسام ده على عينه وقلنا له يروح يبلغ، أصل هو كده عمره ما هيروح يبلغ ويقول اديتهم فلوس عشان يقتلوا واحدة. فبالتالي ضربنا على الفلوس، لكن حسام مسكتش وفضل يجينا كل يوم ويزن علينا ونقوم بالمهمة دي. وفضل يا بيه سنة كاملة يجينا، والمرة دي بقى عرض علينا فلوس أكتر، ولأنه عرض علينا 300,000 جنيه. بس عرفنا إن مفيش دفع خير بعد المهمة دي، وبصراحة فلوس أغرتنا أكتر بكتير، فكرنا نقوم بالمهمة. في اليوم المشؤوم رحنا عند المستشفى اللي بتشتغل فيها نانسي، وفضلنا مستنينها قدام مستشفى لحد ما خرجت نانسي، وفطرنا وفضلنا ماشيين وراها لحد لما وصلت للفيلا اللي عايشة فيها. وأول لما دخلت الفيلا دخل أحمد وراها واداها طلقة في دماغها وسرق شنطتها وهرب، وأنا كنت واقف مستنيه بره. وأول لما خرجت خدته وهربنا من المكان، ورحنا لأقرب صندوق زبالة رمينا فيه شنطة نانسي، وخدنا العربية ورجعنا على عين شمس. ودي كانت كل الحكاية باختصار يا بيه. بعد ما حاجة فتحي قصته دي فضلت آلاف الأفكار تنط في عقل أشرف، وما كانش عارف مين حسام ده اللي ظهر في الموضوع فجأة. وكمان أشرف شاك إن حسام ده يا إما منصور جوز نانسي أو عمر ابنها. فبالتالي فرج أشرف فتحي صور كده لمنصور وعمر، لكن فتحي ما قدرش يتعرف على أي واحد فيهم، لأن حسام كان دايما بيجيلهم لابس كمامة وطاقية على دماغه، فيعني ما كانش يعرفوا شكله نهائيا. وهنا عرف أشرف إن لو عايز يوصل لحسام ده يبقى يوصل لمصطفى الراجل اللي بيشتغل في المنطقة هنا. وعرف أحمد وفتحي على حسام من الأول خالص، وعرف أشرف من فتحي إن مصطفى ده بيشتغل مكواجي في مكان قريب لبيت نانسي. فراح أشرف يقبض عليه، لكنه ما لقاش حد، ولقى المحل نفسه مقسوق ولقى المحل نفسه مقفول. ولما سأل أشرف عرف إن مصطفى قفل المحل من كام يوم ورجع على بلده يعيش فيها. وعرف كمان إنه من أسيوط وشوية تفكير أدرك أشرف إن حسام أيا كان هو مين إدى مصطفى فلوس برضه عشان العملية دي، وعشان مصطفى ما يتكشفش وقفل المحل وسافر على بلده على طول. لكن أشرف قرر إنه يواجهه وطلع تعمين بيه في أسيوط في كل محافظات مصر بحيث يتقبض عليه. في الأيام اللي بعد كده بقى قدر أشرف يعرف من حسن الضابط صاحبه اللي بيشتغل في اسكندرية خط السير بتاع منصور ورباب ورشا وعمر، ولما كانوا في اسكندرية يوم ارتكاب الجريمة. وهنا بقى كان وصول أشرف
الجديد، لأن ببساطة عرف إن منصور وعمر رشا ورباب كانوا في اسكندرية يوم الجريمة، لأن منصور كان متجوز من ست عايشة هناك اسمها بوسي. وهنا بقى كان أدرك أشرف إن منصور ونانسي وعيالهم ما كانوش سعداء زي ما بيقولوا خالص. واضح إن منصور كان بيحب بوسي وعياله كانوا عارفين وموافقين، لدرجة إن هم حضروا معاه الفرح اللي مكملش بسبب اللي حصل لنانسي. في المجمل فضل أشرف بقى يفكر في كل ده وتوصل لحاجة مهمة جدا، هو إن ولاد نانسي مش بيحبوها نهائيا، لدرجة إن هم كانوا مع أبوهم في الفرح اللي كانوا بيتجوز فيه على أمهم. واضح كمان إن منصور مش بيحب نانسي خالص، وكان عاوز يخلص منها بحيث يقدر يعيش مع بوسي. وغالبا هو حسام اللي طلب من أحمد وفتحي يقتلوا نانسي، هو أو ابن عمر، حد فيهم يعني. هو حسام محدش هيحل اللغز ده إلا مصطفى. وعلى ذكر مصطفى بقى، فبعد كام يوم من القبض عليهم في مسقط رأسهم في أسيوط وعلى طول راح على القاهرة، بدأ أشرف يحقق معاه، ومع التحقيق والضغط على مصطفى قرر واعترف بكل حاجة. اعترف إنه حسام يبقى هو منصور اللي كان طول الوقت بيترد على مصطفى، لأن المكواجي بتاعه. وفي مرة طلب منصور من مصطفى إن هو يوصله لحد، وقال له مرات نانسي، لأن عاوز أقتلها ومش عايز أعيش معاها، وعايز أروح أعيش مع زوجتي الجديدة بوسي. منصور ما كانش عاوز يطلق نانسي، لأن نانسي كانت شريكة منصور في شركة الصناعة والتصدير، ولو طلقها كانت هتفض الشراكة، وده كان هيخرب بيت منصور. فبالتالي قرر بدل ما يطلقها يقتلها. مهم وصل مصطفى منصور بأحمد وفتحي، وفهمهم منصور إن اسمه حسام، وطلب منهم يعملوا جريمة القتل دي. فضل سنة كاملة يتردد عليهم لحد ما نفذوا جريمة القتل فعلا. وساعتها مصطفى وأحمد وكل واحد خد نصيبه ومشي، وما مفكرين إن عملوه هيعدي، لكن ما عداش أبدا. وحتى نانسي ما ماتتش. حتى في كل الأحوال بعد كده بقت قبض على منصور، واتعملت لهم محاكمات كتيرة جدا. في النهاية اتحكم عليه ب15 سنة بتهمة التخطيط لجريمة قتل. أما أحمد، ولأنه هو اللي ضرب نانسي بالنار وكان قتلها، اتحكم عليه بالإعدام شنقا. فتحي ومصطفى وكل واحد فيهم خد 10 سنين سجن. ونانسي كانت فات من الغيبوبة وحضرت المحاكمات كلها. وكانت نانسي مختلفة تماما عن نانسي بتاع زمان، لأن عينيها الشمال كانت طايرة بسبب الطلقة اللي اتضربت فيها. أما بقى رئتها فكانت ضعيفة جدا، وعشان كده دايما كانت ماشية بجهاز تنفس. وكان شعور نانسي طول فترة المحاكمة هي الصدمة، ما كانتش مصدقة إن جوزها يعمل كل ده عشان يقتلها. ما كانتش قادرة تصدق إن كان هيتجوز عليها أصلا من الأساس، لأنها كانت فاكرة إنه بيحبها زي ما هي بتحبه بالظبط. والشيء بقى اللي كان محزن أكتر من رباب ورشا وعمر، كانوا واقفين مع أبوهم في المحاكمات وكانوا ضد أمهم، وكمان وده اللي خلى نانسي تقاطعهم نهائيا وما تعرفهمش تاني. بعد كل واحد خد كل اللي يستحقه، واتقفلت القضية وانتهت على كده. وأشرف كان فاكر كده، بس الحقيقة بقى إن القضية ما انتهتش ولا حاجة، لأن بعد تقريبا شهرين من انتهاء المحاكمة راحت نانسي للسجن المسكون فيه حاليا فتحي ومصطفى ومنصور. ما كانتش رايحة عشان تقابل منصور، لا، دي كانت رايحة عشان تقابل فتحي ومصطفى. وأول لما قعدت نانسي قدامهم خلعت وشها جهاز التنفس، وبدأت تكح وهي بتتكلم بصعوبة معاهم، بتقول لهم انتوا عندكم كام سنة؟ بص فتحي ومصطفى لبعض واتكلموا. فتحي قال 27 سنة، بعدها مصطفى قال 30 سنة. في الوقت ده ابتسمت نانسي وقالت لهم وهي لسه بتكح بصعوبة جدا، يعني بعد 10 سنين هتكون انت 37 وهيكون عندك انت 40 سنة. وسكتت نانسي لحظات وفضلت تفكر، ورجعت واتكلمت تاني وقالت يعني برضه هتكون لسه شباب والحياة قدامكم، بس انتوا طبعا عارفين انكم هتخرجوا ومش هتلاقوا تاكلوا، بس انا بقى عندي حل المشكلة دي. في الوقت ده كان فتحي ومصطفى هيتكلموا، لكن نانسي شاورت لهم عشان يسكتوا ورجعت تكمل كلامها. ايه رأيكم لو كل واحد فيكم يخرج من هنا يبقى معاه 1,000,000 جنيه مستنيينه؟ مبلغ كبير مش كده؟ انا بقى مستعدة ادي لكل واحد فيكم 1,000,000 جنيه، بس بشرط واحد. في الأثناء دي اتكلم مصطفى وقال شرط ايه بالظبط؟ فردت نانسي بثبات وحزم وقالت تقتل منصور وهو معاكوا في السجن. وكده
وبعد ما قالت نانسي كلامها الأخير قامت وقفت وقالت فكروا في الموضوع، ولو عملته المهم كل واحد فيكم هيوصل له 1,000,000، لأني مش زي منصور أنا بدفع بعد التنفيذ بس. وخلص نانسي كلامها ومشيت من المكان. أما بقى فتحي ومصطفى فرجعوا السكن وفضلوا يفكروا كتير جدا جدا في عرض نانسي، وفي النهاية شيطانهم غلبهم وقرروا إن هما هينفذوا المهمة. وتاني يوم على طول فتح فتحي خناقة كبيرة في السجن. في وسط الخناقة دي راح فتحي لعند منصور ومسك في ايده غطا علبة واتكلم مع منصور وقال له سامحني بقى يا بيه، انت عارف فلوس ممكن تخلي الواحد يعمل ايه. وبسرعة خنق منصور وبدأ يذبحه. لما اتأكد ان هو مات رمى على الأرض ورمى جنبه غطا علبة التونة وقرب من المكان عشان محدش يعرف ان هو القاتل. وبعد فترة مش طويلة من كل ده شافت نانسي ان الأخبار ان جوزها منصور اتقتل في السجن ومحدش يعرف مين اللي قتله، ففرحت لأنها عرفت إن الخطة الأولى في مهمتها نجحت، وكده بقى خلاقي خطة واحدة بس عشان تكون رجعت حقها. وفي اليوم اللي بعده بقى حضرت نانسي عزا منصور وفضلت قدام كل الناس تعمل نفسها إنها حزينة على منصور. بعد ما خلصوا العزا والجنازة وكل الكلام ده بقى بكام يوم جت نانسي ونراشة ورباب عندهم في البيت، وعرف كل واحد عاوزة تصالحهم ويتخطوا كل المشاكل اللي فاتت دي. فالكل اتحمس فعلا وراحوا لعند نانسي اللي أول ما شافتهم فضلت ترحب بيهم ونزلت لهم أكل كتير جدا لا مخصوص ليهم، وهم بدأوا ياكلوا وهم مبسوطين قوي. لكن نانسي ما كانتش بتاكل معاهم واكتفت بس إنها تتفرج عليهم وهم بياكلوا. وقبل ما يخلصوا أكل بدأوا إن هم يتعبوا جدا ويمسكوا بطنهم. في اللحظة دي اتكلمت نانسي معاهم وقالت لهم أنا طول عمري بحبكم، عملت لكم إيه عشان تحبوا أبوكم وتكرهوني؟ ومش بس كده، لا رايحين تحضروا فرحه وهو بيتجوز عليا، وده كله وبعد ما حاول يقتلني برضه ما وقفتوش معايا وقفتوا معاه. أنا عملت لكم إيه عشان كل ده؟ أكيد مش ولادي، انتوا ولاد حرام، وولاد الحرام لازم يموتوا. عشان كده أنا حطيت لكم في كل الأكل سم قدامكم لحظات وتغوروا وتفرقوا الحياة. في الوقت ده كله اتصدموا وحاولوا يقوموا من مكانهم ويهربوا من هنا، لكن محدش فيهم قدر يتحرك، وبدأ يقعد واحد ورا التاني من على كراسيهم. والناس تتفرج وهي عمالة تعيط، لكن عياطها ده كان حزن إنها مش هتشوف عيالها تاني، وما كانش تردد أو ندم لأنها مقتنعة إن هما لازم يموتوا بعد كل اللي عملوه فيها. ولما اتأكدت نانسي إن هما ماتوا بكل هدوء طلعت موبايلها واتصلت برقم الضابط أشرف واتكلمت مع أشرف وقالت له سامعني يا حضرة ضابط، مفيش وقت، أنا قتلت منصور وعيالي وقاعدة في الفيلا مستنياكوا. اتصدم أشرف وقال نانسي انت بتقولي ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. بس نانسي ما ادتلوش فرصة وقفلت في وشه على طول. وبعدها قعدت نانسي وبدأت هي كمان تاكل من الأكل اللي أكلوا منها عيالها وماتوا أثناء ما كانت بتاكل. بدأت تحس بألم رهيب في بطنها. مرة واحدة وقعت على الكرسي ميتة وسط عيالها. وبعد كل ده بقى في نص ساعة وصل أشرف ومعاه قوة من الشرطة الفيلا، وأول لما دخلوا تفاجئوا الكل ميت. 4 جثث، عمر ورشا ورباب ونانسي نفسها. وكان أشرف بيبص للجثث وهو مصدوم ومش مصدق نفسه، وعرف طبعا نانسي هي اللي عمل كده في عيالها انتقاما منهم على اللي عملوه فيها. اللي عملها فيه بالتحديد أشرف كان أول مرة يتلخبط بالطريقة دي، مش عارف هل المفروض يزعل على نانسي على اللي عملته ولا يتعاطف معاها. بس كل اللي حصل فيه أشرف ما عرفش إجابة السؤال ده، وغالبا مش هيعرف إجابته أبدا. بس أشرف كان عارف إن حاجة تانية خالص ومتأكد منها، وهي إن فتحي وأحمد هما كمان أكيد هيتعدموا لقتلهم لمنصور، عشان حرفيا تبقى أول جريمة تعدى على أشرف كل الأطراف اللي فيها ماتوا، وكأن الموت لعنة وأصابت الكل. ومع النقطة دي ينتهي أغرب جريمة عدت على أشرف في تاريخه. أتمنى تكون القصة عجبتك يا صديقي، وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتقول لي رأيك في الحلقة. سلام.